بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. النهارده كان في ماتش الأهلي والجونة. الأهلي كان في الجونة بيلعب النهارده. نقول الأول التشكيل الأول قبل ما نتكلم. والتشكيل من مغير 8 لعيبة عن الماتش اللي فات. يعني النهارده بيلعب بخالد الشناوي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني وكريم ندفد وقفشة وكوكا وطاهر وموديست وحسين الشحات. 8. ليه؟ أنا في بداية موسم وأنا أعمار اللعيبة بتاعتنا صغيرة. ليه أنا بغير 8؟ يعني المفروض إن أنت لاعب عندك مرهق غيره، ما تلعبوش، ريحه. واحد زي علي معلول أنت بتعتمد عليه طول الوقت، ريحه. انما واحد زي الدبيس تريحه ليه؟ ده لاعب بقاله ماتشين. تريحه ليه وعيل صغير لسه 23 24 سنه؟ ليه؟ ايه الراحه اللي فيه؟ الله، احنا مش عارفين يعني. انت يا كولر انت بتعمل ايه يعني واكرم توفيق لسه راجع من اصابه، بتريحه ليه؟ انا عاوزه يلعب، عاوز يلعب عشان ياخد حساسيه المطوشه. هو بيلعب وعنده فداء. محمد هاني لازم يستريح. محمد هاني النهارده كان تعبان جدا ومرهق واعصابه تعبانه، وده لازم يستريح. ضربه الجزاء بسبب كده. محمد هاني مش اللاعب اللي هو بيعمل ضربات جزاء، انما محمد هاني تعبه وعدم تركيزه هو اللي خليه يعمل كده. ونزلت انت خالد عبد الفتاح مش مطرحه. يعني انت ريحت علي معلول لاعب الدبيس، انما خالد عبد الفتاح بيلعب الناحيه الثانيه. خالد عبد الفتاح مش لاعب جوكر، ممكن يديك في ماتش انما مش كده على طول. الله. وبعدين برضك احنا بنلعب، برضك بدأنا الماتش النهارده ناقصين واحد بموديست. موديست ما كانش حاضر. موديست نزل الماتش جاب الجون وطلع تاني. موديست الشوط الثاني احنا ما حسيناش بيه، وقفشه كان قليل. بيقول لك الاهلي ادى ماتش من امتع الاشواط في الدوري المصري. لا، الماتش الشوط وحش، كل الكور بتتقطع ومش عارف اطلع بالكوره من منطقه الجزاء بتاعتي. والجون اللي جه في اول دقيقه ده غالي. الشناوي دايما يغلط الغلط ده. ما تبقاش انت الشناوي كده، عندك اليمين وعندك الشمال، ادي الكره يمين او شمال. انما تدي الكره في الوش اللي الواد جاي لك من الوش، ادي الكره يمين او شمال، ما تديش الكره في الوش. يعني انت لاعب كبير، هقول لك ايه هتتعلم امتى ولا مش امتى؟ ده انت قربت تخلص. الله، ايه يا جدعان؟ مش كده يعني. على بال ما حس بالكلام دوت، حس بان الدنيا ضايعه منه. برضك في الدقيقه 60 برضك نزل ديانج وامام عاشور بدل قفشه وكريم ندفد. كريم ندفد برضك لياقته لسه عاوز يلعب. المفروض ان هو يقفل مطرح مروان، ما قفلش، لياقته ضعيفه، عاوز لياقه. فين الناس بتاعت اللياقه اللي في النادي الاهلي؟ فين هم؟ يعني امتى هيبقوا موجودين؟ اما اللاعب دوت واللاعب ده وبيرسي وموديست. موديست انت بتلعبه، فين اللياقه البدنيه؟ ما ترفعوا اللياقه البدنيه، يا اما خلاص بقى ريحه. شوف انت لاعب من اللعيبه الصغيرين الراس حربه، نزله ياخد حساسيه المطوشه، لان انا هلعب في كاس العالم. موديست انا مش عارف ده كان بيلعب في المانيا ازاي. المانيا احنا ما نجيبش 50% من بتوع المانيا من الدوري الالماني. هو كان بيلعب في المانيا بنفس المستوى ده؟ انا اشك. لا يمكن كان راح المانيا خالص. ده مش قادر يجري. ده الجون اللي جابه على الواقف. هو جيم حلو بس جابه على الواقف.
ما فيهوش جابوا على الواقف والحركه والكره اللي خدها ووقفها ونزلت على رجله على الواقف. ما فيهوش كاري، ما فيهوش شطه وهو بيجري، ما فيهوش حاجه. يعني ده عاوز حد يديله الكره وهو واقف يشوط الكوره تيجي جون بقى ما تجيش جون هو وحظه. في اخر نص دقيقه ضاعت منه كوره كان هيبقى نجم. برضك هو ما عملش حاجه في الشوط الثاني غير هي الكوره دي. كوره جايت له مريحها بيرسي تاو قام شايطها خبطت في الوقت طلعت كورنر. واضح ان هو الكوره تجيله وهو واقف، الكوره تجيله وهو واقف ما بيعرفش يجري ما بيعرفش يباصي. ده في كوره جات له ديانج كان الناحيه ديت والشحات كان الناحيه ديت، طب ادي لاي حد رجله خبطت في الارض وخبطت في بعضها ولا راحت هنا ولا راحت هنا. ادي موديست يا جدعان، نزل اللاعب الناشئ اللي عندنا راس الحربه عشان نشوف الدنيا فيها ايه. انما موديست بالمنظر دوت لا. انما في الشوط في دقيقه 80 او 81 اتطرد منهم لاعب. برضك احنا ما حسيناش ان احنا برضك انا كنت حاسس ان هم قدنا ما اتطردش منهم حد. لان انت بتلعب من اول المباراه ناقص لاعب. احنا بنتكلم وبنعاتب لان احنا اهلاويه، احنا عاوزين الاهلي يبقى احسن من كده. اللعيبه التانيه بتضيع وقت وخايفه وعاوزه تفوز. ما ينفعش الكلام كده، في تقصير، في لياقه بدنيه مش مظبوطه. انا هروح اعمل ايه في كاس العالم؟ انا هروح اتفضح هناك. الله، ليه امتى انا هيبقى كده بالمنظر ده ومنزل لي كريم فؤاد بدل حسين الشحات في اخر 10 دقايق؟ ايه يعني اخر 10 دقايق ده هينزل ايه يعمل كريم فؤاد؟ هو اول ما نزل شاط الكوره جت في العارضه حلو قوي، طب عمل ايه بعد كده؟ ما عملش حاجه. ما تدي فرصه للاعب ينزل يلعب. وعلى بال ما حس ان المكان مش مكان خالد عبد الفتاح نزل بداله اسمه ايه الدبيس. على بال ما حس كان خلاص كان فاضل 5 6 دقايق والوقت الاضافي اللي هم 7 دقايق. ما ينفعش. احنا مش عاوزين نطول عشان ما حدش يقول علينا ان احنا بنهاجم النادي الاهلي، بنهاجم اللعيبه. انا ما بهاجمش اللعيبه، انا اهلاوي، انا ما اقدرش اهاجم اللعيبه لان دي اللعيبه بتاعتي. لان من كام يوم من اسبوع من سنه كانوا مفرحيني ومخليني بهيص. انا موجود بس انا عاوزهم يبقوا احسن من كده. حتى وانت بتطلع اللعيب وبيبدل اللعيب بتحس ان هو غضبان. انت غضبان ازاي وانت بتلعب وحش؟ انت ما انتش حاسس. انت لازم تبقى فاهم ان في مدرب بره هو اللي بيحرك الدنيا. انت ما تتغضبش، هو شايف احسن منك ان انت مش مديله مش مدي اللعب الصح اللي هو احنا عارفينه عنك، كحسين الشحات كقفشه كخالد عبد الفتاح الناس ديت. احنا عاوزين احسن من كده من الاهلي. احنا مش هنطول اكتر من كده ونقول السلام عليكم ورحمه الله.